اخر خبر هنتكلم عليه النهارده هو خبر ليبرلاند. هو طبعا منتشر جدا على الفيسبوك وفي كل حته، ان في راجل تشيكي له حزب سياسي في التشيك، وقرر ان هو هياخد زي 7 كيلو كده، هيدي عليهم دوله اسمها ليبرلاند. وبيقول ان تلقى حتى الان حوالي 160 الف طلب للحصول على الجنسيه في البلد دي، وهم هيختاروا بس 4-5 آلاف بني ادم يعيشوا في البلد دي. طبعا في اقبال شديد، وفي ناس يعني خدت الموضوع بشكل فيه تريقه، وبعد كده في ناس يعني جادين ان هم فعلا يروحوا يعيشوا هناك او الكلام ده، ظانين ان هو دي يعني دي البلد او ده المكان اللي الواحد يعني اكنه عايش في الجنه او كده. احنا عايزين نقول طبعا بشكل فيه ايجابيه، وفي ان احنا محتاجين نبقى واقعيين اكتر. يعني هو ان الدنيا هي دار ابتلاء، هي مش دار قرار، يعني مش حاجه انت تجيها وتستقر فيها وتنعم فيها وتبقى قاعد مبسوط. ولو المسلم وصل للمرحله دي مش هيكون يامل بقى في الجنه. لما تبقى انت حياتك كده جميله وورديه، طب انت هتامل في الجنه امتى بقى؟ فطبيعي ان يكون عندك ابتلاءات، طبيعي ان انت يكون عندك صعوبات في حياتك، طبيعي ان اللي انت عايزه ما بيجيش كامل، طبيعي ان بعد ما بيجي لك بتزهق منه. كل دي سنن الحق سبحانه وتعالى في الارض. فطبيعي ان انت يعني لما حد يكلمك زي الراجل ده يقول لك ايه، ان احنا هنقيم دوله في 7 كيلو فيها حريات وهيكون فيها ما فيهاش فرض للضرائب وما فيهاش ظلم، وهيكون فيها احترام للشرع وفيها احترام للدين، ده شيء جميل طبعا ونحييه ويا ريت نشوفه في بلادنا، لكن ده مش هنشوفه الا في الجنه. لان الجنه هي دار القرار، وهي الجائزه اللي عند الحق سبحانه وتعالى هيعطيها لاي انسان هيعيش فعلا بهدف ان هو يعبد الحق سبحانه وتعالى عشان خاطر الجنه. فطبيعي انك انت كمسلم يبقى عندك قاعده تقول ان اللهم لا عيش الا عيش الاخره. فعشان تامل انك توصل بقى لليبرلاند، انا بقول لك الطلب الوصول الى الجنه اللي هي الاوراق اللي المفروض انك تقدمها عشان توصل للجنه، طبعا بعد رحمه الحق سبحانه وتعالى هي الصلاه في المسجد، والحجاب للمراه طبعا، والواحد يكون بيفعل الخيرات، يعني يكون شخص بيساعد الفقراء ويساعد المساكين، ويعني بيسهر الايام والليالي عشان خاطر يساعد الفقراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، او كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. فمفيش فضل اعلى من كده. ويعني نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، قيام الليل والاذكار، دي الشروط اللي انت بيها تقدر انك تنال فيزة الجنه. فبدل ما الناس طبعا النهارده بتفكر في ليبرلاند، والنهارده محتاج يكون في بلد، نفسي في بلد يعني تكون فيها كل الحاجات اللي انا اتمناها، انا بقول لك الجنه اهو. الفرق بينك وبين الجنه النهارده سنين، ممكن تكون ايام، ممكن تكون شهور، ممكن تكون لحظات. فيقول الحق سبحانه وتعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ما تعرفش الواحد هيموت امتى. فلو انت بتامل فعلا انك تعيش حياه لا فيها مرض، ولا فيها عدم زواج، ولا فيها مفيش فلوس، ولا فيها ان انت الواحد يحس بالجوع ومفيش اكل، مفيش اي صعوبات في الدنيا في الجنه تماما، لا فيها مرض ولا فيها حاجه. سنك 33 بتتمنى بس الطير بينزل لك، بتلبس من لبس الجنه، بتشرب عندك انهار من الخمر واللبن وكل ما تتمناه والعسل، عندك من الحور العين، عندك غلمان اطفال صغيره بتخدمك، يعني جنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالواحد لما قرا الخبر بتاع ليبرلاند اول حاجه جت في باله ان ازاي الناس عندها شغف انها تطلع بره الدنيا وتعيش بحياه سعيده ما فيهاش بقى لا كآبه ولا ابتلاءات، ولا اقدر اقول لك ان ده سيكون في الجنه باذن الله تعالى. والمسلم لازم يبقى عارف المعلومه دي، ولازم يبقى واقعي، ولازم يعمل عشان يحصل على تاشيره وفيزه الجنه ان شاء الله.